يعني يعتبر اللي كان بيصرف عليا كانت فلوسي، ويعني الدين اللي كان بيصرف عليا كانت فلوسي، وعمري اصلا في حياتي ما سالت جالك كام ولا معاك كام ولا في ايه ولا انا عايزه، عمري ما كنت بطلب حاجه. في يوم تاني انا كنت ماسكه تليفون هواوي، قلت الحاجه الوحيده اللي طلبتها، قلت لعمر انا نفسي اجيب موبايل، انا مراته، ما انا مراته، اطلب من مين؟ اروح اقول لامي هاتي لي تليفون وانا متجوزه؟ قلت له انا عايزه موبايل، وكتر خيره نزل فعلا واشترى لي ايفون اكس، اشترى لي التليفون ده، اشترى لي التليفون ده ايفون اكس. وكتر خيره. اشترى لي التليفون ده ب 700 درهم، ب 700 درهم، واشترى لنفسه ايربودز وحاجات. انا اتبسطت بالتليفون، كنت مبسوطه جدا 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 بالتليفون ده عشان هو اللي جايبولي. اهله ما يسكتوش بقى، انت رايح تجيب تليفون؟ كل حاجه كده بقى قيسوها بقى على الفتره الصغيره جدا اللي انا عشتها مع اهله. النت بيعلق؟ تمام، النت مش بيعلق، اخرجوا من اللعبه وادخلوا. اهله، هو انت بتجيب تليفون ليه يا حبيبي؟ ما توفر فلوسك يا حبيبي، ما توفر فلوسك. كل حاجه جيبها. ما تزعلوش مني لو يعني سوري بقى في اللفظ، اللي انا لو شخه كبيره شويه هيقولوا له ما توفر شختك، عادي عادي مفيش مشكله، كأن انا واحده جايبها من الشارع مش متجوزني. تمام عادي، سكت وعديت، ما كنتش بحط في بالي ولا بتكلم ولا بتاع، ما انا برضه لوحدي وسط اهله وفي بلد غريبه ما اعرفش فيها حد. انا ما كنتش اعرف حد اصلا خالص في الامارات، والكلام ده قبل الشهره وقبل ما تعرفوني وقبل ما ادخل على السوشيال ميديا اصلا. ما كنتش من الاخر يعني، انا كست لسه متجوزه، انا ما كنتش واخده راحتي في البيت اللي هو اهله قاعدين فيه. انا ما كنتش واخده راحتي، ولا بعرف البس لبسي، ولا بعرف اقعد مع جوزي، ولا بعرف انام جنب جوزي، ولا اي حاجه. فانا هم لما راحوا اجروا شقه لنفسهم، قلت لعمر انا مش عايزه اقعد معاهم، انا مش عايزه اقعد معاهم في البيت ده، جيب لي شقه، اجر لي شقه في اي حته. وفعلا عمر نزل واجر لي شقه في حته في عجمان، كانت على البحر. الشقه دي كانت ب 2700 درهم في الشهر، كانت ب 2700 درهم في الشهر. حلو. لما خدت الشقه ما كانش عندي عفش، انا ما كانش معانا فلوس اصلا نجيب عفش. تمام، اشترينا بس اوضه نوم واحده، كنت جايباها مستعمله، اوضه نوم كده، سرير ودولاب صغنن وتسريحه صغيره، ورضيت بيها وعادي. ودي الحاجه الوحيده اللي كانت عندي في الشقه، ولا كان عندي ثلاجه ولا عندي بوتاجاز ولا عندي اي حاجه. المهم حصل اللي حصل، وفجاه بابا ومامته اتخانقوا، وكان في مشكله يعني، كان في مشكله كبيره بينهم هما الاثنين، واتفقوا ان هم هينزلوا مصر ويسيبوا العفش اللي هم اشتروه لنفسهم في شقتهم. ما هم كانوا اجروا، ما انا فهمتكم بقى ان هم اصلا جابوا شقه لنفسهم وفرشوها، وانا ما جابوليش حاجه. قمت انا وعمر، قاموا قايلين لي ايه، خلاص كده كده العفش ده احنا مش محتاجينه في حاجه، خدي العفش ده حطيه في البيت عندك عشان انتي ما عندكيش عفش. وفعلا عادي، وبسطت وخدت العفش وحطيته عندي في البيت، ولا انا اللي مختاراه، ولا انا اللي جايباه، ولا عاجبني الوانه ولا اي حاجه، بس قلت عادي وعدي الدنيا ومشي الدنيا وخلاص. خدت العفش وحطيته في البيت شهر. هم كانوا بقى اهله نزلوا مصر، ما بقاش غيري انا وعمر في الامارات. بعدها بشهرين، وكنت مبسوطه والله العظيم كنت مبسوطه، الحمد لله يا رب. بعدها بشهرين صحيت من النوم، ببص في تليفون عمر، لقيت الاكونتات بتاعته كلها بتاعت البورصه متصفره، بما فيهم الاكونت بتاعي اللي كان فيه الفلوس بتاعت الورث اللي بابا اداني، وهو ما كانش مبلغ كبير. لقيت الاكونتات دي كلها متصفره، كنت هتشل.
اقول طب ماشي، طب معايا كام في البيت؟ ادور في البيت لقيت معايا 200 درهم. ما احتكم عليه في حياتي انا وجوزي 200 درهم، وعندي ايجار شقه بعدها ب3 ايام 2700 درهم. ما بقيتش عارفه اعمل ايه انا وهو، ومعناش اقامه اصلا، احنا كنا بنجدد سياحه، معناش اقامه. ما بقيتش عارفه اعمل ايه انا وهو. لقيت حل، لقيت ان انا هبيع ما كانش في حل غير كده. الراجل ضغط علينا وعادي، انت طالما مش في بلدك ما انت مش في بلدك، وكمان معناش اقامه، فاهمه؟ عادي عادي، ده طبيعي، ده حال الدنيا يعني. كلم اهله قال لهم حصل 1 2 3 والفلوس، يعني الفلوس اللي كانت معايا اللي كنا بنصرف منها كلها خلصت واتصفرت، ودلوقتي انا معيش غير 200 درهم في البيت، وعندي ايجار كمان 3 ايام، وايجار الشقه كان 2700 درهم. حولوا لي فلوس عشان اتصرف. والله العظيم يا رب ورحمه ابويا ردوا عليه رد واحد كده بالظبط، وبدون ذكر اسماء مين فيهم اللي رد عليه كده. انت اتجوزت يا ابويا، ودلوقتي مراتك دي على ذمتك، وانت ما تخصناش في حاجه، وشيل خراك انت ومراتك. هننام في الشارع. طب ما احنا كده هننام في الشارع، نناموا في الشارع. طب ذنبها ايه البنت دي معايا؟ مراتك تستحملك، تشيل خراك. رحت قلت له عادي وما تقلقش وهتتحل وبتاع، والله ما فيش مشكله. احنا يا عمر هنبيع العفش ده، العفش اللي كان عندي في البيت احنا هنبيعه. بعنا العفش كله ب 2800 درهم. العفش كله، هو كان اوضه وانتريه وشيزلونج صغير وبوتاجاز صغنن 4 عيون وثلاجه وبس كده. هو ده كان العفش يعني، واوضه نوم. اوضه نوم دي احنا اللي كنا جايبينها انا. راح بقى العفش كله ب 2800 درهم. طب انا هعمل ايه؟ ال 2800 درهم عادي يا عمر ما تقلقش، احنا مع بعض. احنا دورنا وكان لينا ناس صحابنا هناك، توتو وابراهيم دول. الناس دي هي الوحيده اللي وقفت معايا. الناس دي توتو وابراهيم صحابي اللي في الامارات، هم الناس دي الوحيده اللي وقفوا معايا. هم اللي باعوا لنا العفش، هم اللي عرفوا يصرفوه، وهم دوروا لنا كمان على استوديو كان ب 1800 درهم. الاستوديو ده كان استوديو مفروش، فمش محتاج عفش ولا حاجه، كان ب 1800 درهم. رحت فعلا اجرت الاستوديو ده ب 1800 درهم. كان في حته في الامارات اسمها النعيميه، في حته اسمها النعيميه. بالله عليكم تركزوا معايا في التفاصيل اللي انا بقولها لكم عشان تفهموا. رحت اجرت استوديو في النعيميه ب 1800 درهم، كان استوديو مفروش في حته اسمها النعيميه. اقسم بايمانات المسلمين يا رب تحاسبني على كلامي وتقطع لساني لو انا قلت كلمه واحده غلط. الاستوديو اللي انا اجرته ده كنتوا تبقوا قاعدين كده تلاقوا الفيران بتتمشى عليكم، وانتوا قاعدين تلاقوا الفيران بتجري عليكم كده، تلاقوا الصراصير. بصوا الجمعيه التعاونيه حاجه كده. المهم دخلت قعدت ادور على شغل عشان كان لازم ساعتها ان انا وعمر نشتغل عشان نقدر نحصل اقامه، عشان يبقى معانا اقامه عشان نقدر نعيش في البلد. اقسم بالله العظيم دخلت انا دورت على شغل لنفسي في ابلكيشن اسمه مورجان. دخلت دورت على شغل لنفسي لحد ما لقيت محل ما بتاع فرناتشر. وطي شويه يا ملك. محل كده بتاع فرناتشر بتاع عفش، هو مشهور جدا في مصر وفي كل الدول العربيه. لقيتهم طالبين بنت سيلز عادي جدا. قلت مش عيب والشغل مش عيب، وقفي جنب جوزك وساندي جوزك عشان انت تعرفي تاخدي الاقامه وهو يعرف ياخد الاقامه. دخلت
المكان ده، عملت انترفيو، انت بتعدي على 4، اتقبلت في ال4، دخلت عند اللي هو اكبر واحد فيهم اللي هو اللي تحت الاونر على طول، ده كان انترفيو. الراجل قال لي انت جايه تشتغلي ليه؟ قلت له عادي جايه اشتغل عادي، عشان يعني مش حابه ان انا وقتي كله يبقى ضايع على الفاضي، فعايزه يعني اسلي نفسي. قام قايل لي انت جايه تشتغلي سيلز، انت عارفه يعني ايه سيلز؟ قلت له اه عادي يعني هبيع. قام قايل لي طب قومي بيعي لي الكرسي ده. قال لي قومي بيعي لي الكرسي ده فور اكزامبل، هو كان كرسي جلد. اقسم بالله العظيم هذا حصل. قلت له يعني ايه ابيع لك الكرسي ده؟ قال لي انا دلوقتي بعمل لك انترفيو، انت جايه تشتغلي سيلز، قومي وريني انا ككلاينت هتبيعي لي الكرسي ده ازاي. والله قسما بربي وديني وايمانات المسلمين قمت وقفت كده عند الكرسي. قال لي قام الراجل قايل لي ايه؟ بقول لك لو سمحتي الكرسي ده انا بفكر اجيبه، قولي لي قولي لي ايه مميزاته. قمت انا وقفت كده وقلت له حضرتك الكرسي ده جلد، ده مميز جدا. قال لي ايوه يعني ايه مميزاته؟ قلت له حضرتك مميزاته انه لونه اسود وجلد. الراجل قعد يضحك، لان انا واحده عمري ما اشتغلت، انا ما بعرفش اشتغل، ورايحه اشتغل عشان انا كنت محتاجه اني اشتغل، كان لازم اني اشتغل، عشان انا لو ما اشتغلتش كنت هموت من الجوع انا وجوزي عادي يعني. ورفضني في الانترفيو وخرجت. كان عمر واقف لي بره، قال لي عملتي ايه؟ والله العظيم وانا خارجه من المكان بعيط، عشان انا حسيت بكسره نفس. عرفت يعني ايه البني ادم نفسه تتكسر، عرفت يعني ايه البني ادم بجد يبقى محتاج ومش عارف يجيب. عادي خرجت. عمر قال لي ايه عملتي ايه؟ قلت له لا والله ده هم قبلوني بس انا مش هقدر على الشغل عشان ما اكسفش نفسي. عادي ومشيت وروحت وفضلت ادور على شغل تاني، وجبت شغل لعمر، لقيت له شغل، وكلمت الراجل بتاع المكان اتحايلت عليه وعيطت له في التليفون عشان يشغل عمر. رحنا عند الراجل اللي هيشغل عمر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لحد يومنا هذا انا بحاسبن على الراجل ده. كان شغال في جيم. قام الراجل قايل له ايه؟ لا انت عشان تشتغل هات مراتك معاك كمان نشغلها مدربه ايروبكس او كده. دخلت وقلت له ماشي، مع ان انا ولا بعرف اتدرب ايروبكس ولا حاجه. الراجل لما شافني صاحب المكان قال لي طب خلاص امسكي السوشيال ميديا وهديكي هديكي 2000 درهم وهدي لعمر 2000 درهم. الشغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 10 بالليل. وكنت بنزل وبقف على رجلي وبشتغل وعادي، وكل ما اعمل حاجه ما تعجبش حد، المهم كانت الدنيا وعادي، وقلت الحمد لله. لحد ما وصلت لمرحله الاكل خلص عندي في البيت، كل حاجه خلصت. كنت عايزه اجيب كيس رز عشان اكل، عايزه اجيب كيس رز، كيس الرز كان بدرهم. والله العظيم كنت بفتش في هدومي وفي حاجاتي عشان الاقي درهم انزل اشتري بيه كيس رز. نزلت. الناس اللي بتقولي ما يصحش ده ابو ابنك، انا ما بغلطش في ابو ابني، انا برد عشان اعرفكم الحقيقه، ولا اكتر ولا اقل. نزلت جبت كيس رز بدرهم كلت رز حاف. وساعات كنت بستنى عمر يجي من الشغل عشان بيجيب معاه اكل من الشغل، كانوا بيدوله في الشغل عشان اكله معاه، عشان ما كانش فيه ولا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا اي حاجه، مفيش حاجه. وسكت عادي وما اتكلمتش لحد ما وصلت لمرحله انا مش قادره، انا بموت. اتصلت بماما، قلت لها يا ماما انا عملت حوار، قلت لها انا متخانقه مع عمر، بعد اذنك ابعتي لي تذكره طيران وابعتي لي شركه شحن تاخد هدومي تشحنها لي على مصر، عشان انا متخانقه مع عمر وعايزه انزل. انا قلت لعمر انا هعمل الحوار ده على ماما عشان احنا معناش فلوس وانا لازم انزل مصر. المهم ايه، ماما بعتت لي تذكره الطيران وشحنت لي الحاجه ورحت على مصر. قبل ما انزل مصر كنت دورت على شغل في مصر، اسمعوا بقى وركزوا كويس قوي في اللي انا هقوله لكم ده. دورت على شغل في مصر قبل ما انزل من الامارات، لقيت باربر شوب منزلين اعلان طالبين بنت ريسبشن. قلت عادي ايه المشكله ما تشتغلي ريسبشن. نزلت رحت الانترفيو، مع انه باربر شوب كله رجاله، وقلت عادي ومفيش مشكله وربنا يقدرني وبتاع. رحت الانترفيو واتقبلت، بقيت بنزل كل يوم شغل وانا ساكنه في مصر. وانا او نسيت اقول لكم، انا اول ما نزلت من الامارات انا نزلت لوحدي وعمر جه بعدها باسبوع. انا الاسبوع ده كنت قاعده عند ماما في البيت، عشان طبعا انا ما عنديش هنا في القاهره ولا بيت ولا عندي عفش
ولا عندي اي حاجه. انا لا املك اي حاجه، انا ما املكش غير هدومي، انا ما املكش غير هدومي، ما فيش اي حاجه. فنزلت قعدت عند مامتي لحد ما عمر جه خدني قعدني عند مامته مره. وانا ما علينا، مش المهم كنت بنزل اشتغل، مش عايزه انا اتكلم في حاجات ملهاش لازمه. كنت بنزل اشتغل كل يوم، اصحى اروح التجمع اشتغل، ارجع الساعه 11 بالليل. من الساعه برضو من الساعه 9 كان دوامي من الساعه 9 لحد الساعه 11 بالليل، بخلص الساعه 10 ونص وبرجع 11. المهم في مره رجعت عند البيت بتاع مامته، يعني عشان احنا كنا عايشين عند مامته، لقيت شنطي متفتحه كلها، لقيت شنطي كلها، الشنط بتاعتي اللي فيها هدومي كلها متفتحه ومتاخد منها حاجات. سكت وحطيت كلب في بقي وخدت بعضي وخدت شنطي ونزلت وقفت في الشارع. كلمت عمر قلت له بعد اذنك اتصرف وقعدني في بيت لوحدي، بعد اذنك اتصرف وقعدني في بيت لوحدي. انا مش عارفه، مش قادره اعيش مع اهلك، مش عارفه اتاقلم، ولا هم مش طايقيني، هم مش طايقيني في بيتهم. وانا ساعتها ما كنتش وهو هو كان مجوعني، كان مجوعني والله العظيم. عمر ده كان مجوعني. المهم فعلا اجر لي بيت ب 3000 جنيه في روكسي، عشان انا مامتي ساكنه في القرب. رحنا اجرنا بيت في روكسي. البيت ده ما كانش فيه اي عفش غير سرير، انا واخده البيت بالسرير، وفي ذره في المطبخ، ولا كان عندي ثلاجه ولا بوتاجاز ولا غساله ولا اي حاجه. اقسم بربي وديني امي اللي جابت لي الثلاجه، كان عندها ثلاجه تانية، جابت لي الثلاجه حطيتها في البيت عندي، وبقت كل 4-5 ايام تيجي تبص في ثلاجتي في اكل ولا لا، عشان لو ما فيش بتملاها، عشان احنا ما كانش معانا فلوس نجيب اكل. في مره صاحبتي بايته عندي، ركزوا بقى في اللي انا هقوله ده دلوقتي بالذات عشان تعرفوا انا مريت بايه واستحملت ايه وعملت ايه مع واحد في الاخر طالع يحاسبن عليا في اللايف قدام 20,000 واحد في اللايف، ومخلي ال20,000 بيحاسبنوا عليا وبيشتموا فيا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في واحد، وحياتي ما غدر حاجه انا عملتها له في حياتي. اقسم بالله العظيم مرمطني وحياتي وابني، مرمطني وخني وبهدلني وما كانش بيصرف وما كانش معاه، وانا اللي كنت بنزل اشتغل عشان اصرف عليه. وحياتي مره واحده صاحبتي كانت ماتت عندي، انا في البيت ما كانش عندي غير سرير واحد، اصلا البيت ما فيهوش عفش، ما كانش عندي غير سرير واحد، اتكسفت وكانت عايزه تبات عندي. فوانا نازله جت باتت عندي، كنت بدهن البيت عشان البيت كان بايظ، فجبت دهان عشان ادهنه انا بايدي كده، انا وعمر وهي. يا رب. وبعد كده في يوم هي صاحبتي دي كانت بايته عندي، وصاحبه كان صاحبه واحد اسمه احمد كان بيبات برضو عندنا عادي، كنا بندهن البيت وقاعدين مع. المهم في يوم انا واخده بعضي عادي جدا ونازله رايحه شغلي، انا بصحى من الساعه 8 الصبح عشان اروح شغلي عشان اصرف على البيت، وهو نايم في البيت عادي، وعمري ما اتكلمت، انا عمري ما اتكلمت ولا اشتكيت له، وحياتي لي ما اشتكيت لحد ابدا. نزلت في يوم رحت الشغل ورجعت لقيته عمل حاجات مع صاحبتي في البيت، وانا بنزل واقف على رجلي عشان اصرف عليه واكله، وحياة ديني وحياة ابني الكلام ده حصل. لقيته عمل حاجات مش كويسه مع صاحبتي في البيت وعلى سريري، وحياة ديني يا رب تحاسبني على كل كلمة، يا رب تحاسبني على كل كلمة بقولها، وحياة أمي قسما بالله ورحمة أبوي الكلام ده حصل. سكت وعديت الموضوع وقلت عادي، انا واحده لسه متجوزه بقالي 3 شهور ولا 4 شهور، بقالي متجوزه كنت 4 شهور كده، قلت عادي مش هتطلق ومش هخرب بيتي على غلطه ممكن اكون انا كمان السبب فيها اني بيت صاحبتي معايا في البيت، بس انا بيت صاحبتي معايا في البيت عشان انا واثقه فيه، انا كنت واثقه فيه عادي. المهم ما اتطلقتش وما عملتش اي حاجه وما حكيتش لاي حد، حتى اهلي ما حكيت لهمش.
ما عملتش اي حاجه وكملت حياتي وعشت وبتاع. انا كان ليا ناس صحابي بيشتغلوا في الكلاب، وكان عندي كلبه في البيت. كان ليا ناس صحابي بيشتغلوا في الكلاب. جم الناس دي في مره اتقابلنا وكده انا وهم وعمر، وقاموا قايلين لي تشتغلي معانا في الكلاب وكده. قلت لهم عادي اشتغل اي حاجه، عشان انا اصلا كنت سبت الشغل اللي في الباربر شوب ده. قلت لهم عادي اشتغل اي حاجه، وفعلا اشتغلت في الكلاب، وبقيت بجيب كلاب وبعرضها على النت وببيع عادي وبشتغل. وكنت الحمد لله بقى هنا، الحمد لله انا رضيت بقى، انا اصلا راضيه بعيشتي، كنت بحمد ربنا. كنت بجيب كلاب واعرضها على النت وكده وعلى الجروبات وببيعها، يعني بكسب في الكلب. علمت عمر الشغل ده، وقلت له نشتغل انا وانت وهنكبر مع بعض فيه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفتح محل حيوانات. والله العظيم ما تتريقوش عليا، ما تتريقوش عليا، انا وحياة ديني موجوعه، ما تتريقوش عليا، انا موجوعه اقسم بالله. المهم اشتغلنا في الكلاب وربنا كرمنا، والحمد لله كان بيطلع لنا في الشهر فلوس كويسه، كفايه اني كنت بقدر ادفع ايجاري واكل كويس واشرب كويس وخلاص. انا ما كنتش عايزه اكتر من كده، ان انا بس ادفع ايجاري واكل واشرب، مش عايزه ولا اخرج ولا اسافر ولا عايزه حاجه. انا بس كنت عايزه اعيش وخلاص، اعيش انا وجوزي سالمين غانمين وخلاص، مش عايزه حاجه تاني من الدنيا، اللي هو انا اسنده وهكذا. المهم اشتغلنا في الكلاب الحمد لله وربنا كرمنا لحد ما اتشهرنا. نزلت فيديو ضرب، عملته تاني ضرب، بقيت اعمل شكله شبهه لحد ما ربنا كرمنا. جالي اعلانات، بقيت بصور اعلانات وبنزل وبروح بصور اعلانات وباخد فلوس وكده. ده كنت انا، وكل ده انا مش مفهمه اي حاجه لاهلي. يعني انا مش مفهمه اهلي اصلا ان انا جعانه في بيت جوزي. انا كنت جعانه في بيت جوزي عادي، يعني انا جوزي جوعني وعمري ما اشتكيت لحد. المهم الحمد لله ربنا كرمنا واتشهرنا وكده، وزي ما قلت لكم بقيت الحمد لله ربنا كرمنا واتشهرنا وكده، وزي ما قلت لكم بقيت اصور اعلانات وهكذا. كانت الفلوس كلها اللي جايه من الاعلانات. في يوم اسماء مرات علوش كلمتني وتعرفت عليا وكده، قالت لي عايزه اقابلك، وفعلا قابلتها. قامت قايله لي يا يارا في حاجه اسمها لايف، اطلعي اللايف ده فيه داعمين بيخشوا وانتي مشهوره وما شاء الله ريتشك عالي، افتحي لايف ده هيجيب لك فلوس اكتر من الاعلانات. قلت لها بجد وينفع افتحه وانا قاعده في البيت وكده؟ قالت لي هي اسماء صاحبتي دي اللي قالت لي على اللايف، ان اللايف ادخل جولات وممكن يعني يجي لي دعم وكده. المهم فتحت فعلا لايف، ولقيت ربنا كرمني مره ب1000 جنيه. قلت ايه ده يا رب، انا جالي 1000 جنيه كده وانا قاعده؟ ما صدقتش نفسي بقى ان انا جالي 1000 جنيه كده وانا قاعده في بيتي. ما صدقتش ان انا مش لازم انزل اتمرمط عشان اجيب فلوس. انا كنت حامل، وكان الشقه اللي انا مأجراها في الدور السادس، وكنت بنزل وانا عامل 6 ادوار واطلع 6 ادوار عشان انزل ابيع الكلب وارجع. عمري في حياتي ما قلت له طلقني، كلمه طلقني دي عمرها ما طلعت من بقي، ودايما انا كنت اخده في حضني واقول له معلش وهنعدي والله كل ده مع بعض، وانا مش زعلانه ومش عايزه اسيبك، انا راضيه بعيشتي معاك، انا بحبك، المهم ان انت حنين عليا. انا عشان هو كان حنين عليا، كان زمان كان حنين عليا، كان بياخدني في حضنه، كان بيحسسني ان انا ليا لازمه في الدنيا، وكان بيحسسني بحاجات كتير حلوه زمان. اما كنت بطلب في برامج على التلفزيون حبيبتي، اما كنت بطلب في برامج على التلفزيون اقسم بالله العظيم البرنامج كان يكلمني احنا عايزينك تيجي تصوري معانا لوحدك، اقول لهم لا انا جوزي يجي معايا.
لازم اجيب جوزي معايا، وهم بيبقوا طالبيني لوحدي وبغصب عليهم ان انا هاجي انا وجوزي وهتطلعوه معايا في البرنامج، عشان انا عمري في حياتي ما كنت عايزه انجح لوحدي. انا عمري في حياتي ما كنت عايزه انجح لوحدي، وطول عمري الفلوس اللي في جيبي دي عمرها ما كانت بتاعتي. واللي عايز اي حاجه وربنا بيديني خير بديله. عمري ما في بني ادم في الدنيا مدلي ايده وانا معايا واقدر اساعده وما وقفتش معاه. ليه تطلع تقول ان انا خدت فلوسك؟ المهم ما حدش فاهمني والله. يا رب المهم وقلت له لا لازم بقى تبقى تصور فيديوهات وكده بوشك عشان تتعرف زي ما انا معروفه. قال لي خلاص ماشي، وفعلا عمل اكونت لنفسه وانا ساب لي الاكونت ده كان ساعتها عليه حوالي 700,000، وعمل اكونت لنفسه وبقيت اصور معاه فيديوهات وكل ده وانا حامل وانزلها، وهو قصدي ينزلها، والحمد لله الفيديوهات كانت بتجيب فيو لحد ما الناس عرفته. عادي. انا كده غلطت في حاجه؟ انا الحد اللي انا حكيته ده كله انا كنت غلطانه في حاجه؟ انا عملت حاجه وحشه؟ انا اذيته في حاجه؟ انا ضحكت عليه في حاجه؟ بالله عليكم ايمن يا رب ربنا يحاسبكم على الكلمه اللي تقولوها دي دلوقتي. انا غلطت معاه في حاجه؟ كل اللي انا حكيته ده انا لحد كده انا غلطانه في حاجه؟ تمام. واحده واحده بقينا نطلع، انا بقيت اطلع لايف. الكلام ده قبلي انا اطلع لايف الدعم، ما كانش عندي غير داعمه واحده اسمها كانت بتدخل كل يوم تدعمني عشان هي كانت عارفه ان انا ما عنديش داعمين وكانت بتحبني. كانت كل يوم بتدخل لي، يوم اجيب 3000، يوم اجيب 2000 جنيه، يوم اجيب 4000 جنيه، والله زي ما بكلمكم كده، واروح اخلص اللايف عمر ده انا جبت كذا، تعالى نعمل اي حاجه، تعالى نجيب اي حاجه، نجدد، نشتري مثلا اي حاجه في البيت، تعالى نعمل اي حاجه، يلا نطور من نفسنا. وبعد كده قلت له انت لازم بقى انت كمان تطلع لايف، يبقى انا وانت، انت تجيب فلوس وانا اجيب فلوس عشان نساعد بعض ونقوي بعض ونكبر مع بعض. فعلا طلع لايف وربنا كرمه، واحده واحده ربنا كرمه. ما كانش زيي بس ربنا كرمه باللي يكفيه وزياده. عمل ايه؟ قال لي احنا لازم نشتري شقه. تمام. قلت له تمام. انا معايا 270,000 جنيه قسما بالله العظيم يا رب. قلت له انا معايا 270,000 جنيه. قال لي هنشوف في العاصمه الاداريه، هنجيب من العاصمه الاداريه، قصدي هنجيب في العاصمه الاداريه. انا اختي بروكر عقارات. تمام. انا اختي بروكر عقارات، وفرت لنا شقه في العاصمه الاداريه، كان المقدم بتاعها 270,000 جنيه، على قد المقدم بتاعي بالظبط. هو ما كانش معاه ولا جنيه. قلت له خلاص يا عمر انا معايا عايزه 270,000 ناخد الشقه ونقسطها براحتنا. قام قايل لي ايه؟ خلاص انت هتدفعي المقدم وانا هقسط بقيه الشقه. ركزوا معايا كويس جدا في الجمله دي. انا هدفع مقدم الشقه اللي هم ال 270,000 جنيه، وهو هيقسط ثمن الشقه كامل، والشقه دي هتبقى باسم انا وانتي. قلت له ماشي مفيش مشكله. تمام. تاني يوم رحت الشركه بتاعت العقارات، خدت الشقه، دفعت ال 270,000 جنيه، اشتريت الشقه، والشقه كانت باسمي عشان هو تحت السن. ساعتها كان هو تحت السن، ما كانش لسه جاب 21 سنه، انا اللي كنت تماهم. كتبت الشقه باسمي. قلت له ان شاء الله اول ما تتم 21 سنه انا وانت تبقى الشقه باسمي انا وانت، اروح انقل لك ملكيه وتبقى بتاعتي انا وانت. قال لي تمام اوكي. رحت دفعت ال 270,000 جنيه وبالفعل خدنا الشقه. واحنا في عيد ميلاده، بصوا بقى ركزوا معايا، عملت له عيد ميلاده، جبت 3 4 اصحابه، انا بكلمكم في العام، مش ما عملتلوش مهرجان، عملت له عيد ميلاده، جبت 3 4 من صحابه واحتفلنا بعيد ميلاده في مكان سهر كده، وجبت له تورتايه وجبت له هديه
وخلاص على كده. ده اللي كنت اقدر عليه ساعتها، لان انا دفعت ال 270,000 جنيه كلهم في الشقه، ما كانش معايا ولا جنيه. اقسم بالله العظيم ثلاثه ما كان معايا جنيه ولا بقى معايا جنيه. المهم واحنا في عيد ميلاده بعد ما طفينا الشمع، عيد ميلاده ال 21، قام جاي جنب ودني كده وقام قايل لي يارا هتنقلي لي الشقه باسمي امتى؟ ايه؟ قمت بصيت له كده قلت له ايه؟ ايه؟ هنقل في عيد ميلاده، انا في عيد ميلاده، انتوا متخيلين انا بقول لكم ايه؟ يوم عيد ميلاده اللي تم فيه ال 21 سنه بيقول لي هتنقلي لي الشقه امتى؟ انا استغربت بس قلت انا عادي، قلت له اي وقت، شوف انت فاضي امتى نروح الشركه انقل لك الشقه، مفيش مشكله، ما هو باسمي انا وانت. لما روحنا البيت جه اتكلم معايا تاني في الموضوع، قال لي لا هو دلوقتي عنده 22 سنه، يعني دلوقتي حاليا هو عنده 22 سنه. بيتكلم معايا في الموضوع بيقول لي هننقل الشقه امتى؟ قلت له خلاص فضي نفسك، اي وقت نروح ننقل الشقه دي. قال لي خلاص ماشي. قام قال لي بس انتي هتنقلي لي الشقه باسمي انا. قلت له طب ما انا هنقلها لك باسمك انا، يعني انا وانت هحطك فيها، يعني انت نص وانا نص. قام قايل لي لا انتي هتنقلي لي الشقه باسمي لوحدي. قلت له ليه يا عمر؟ مش انت اتفقت معايا؟ ايوه عمر عنده 22 سنه، انا عندي 23 سنه، انا اكبر منه بسنه، انا اكبر من اللي كان جوزي بسنه. المهم قلت له ليه؟ هو النت كويس يا ملك؟ قلت له ليه؟ مش احنا متفقين ان الشقه هتبقى باسمي وباسمك؟ قال لي لا انا ما قلتلكيش كده، انا قلتلك يا تقسطي معايا الشقه كلها وتتكتب باسمي واسمك، يا اما بصوا بقى، يا اما رجع لك المقدم اللي دفعتيه، كان ساعتها بقى معاه فلوس كان ربنا كرمه، يا اما رجع لك المقدم اللي دفعتيه واخد الشقه ليا لوحدي. يعني هو عايزني يا اما ادفع معاه الاقساط كلها بتاعت الشقه وتبقى باسمي وباسمه، يا اما يرجع لي ال 270,000 جنيه وياخد الشقه ليه. اللي هو الكلام ده كان بعد ما انا اشتريت الشقه بحوالي سنه وشهرين، يعني الشقه دي غليت على ثمنها حوالي 2 مليون جنيه على ثمنها. جيت قلت له ليه يا عمر؟ ما احنا متفقين ان الشقه بتاعتي انا وانت. قال لي لا، غير كلامه وقال لي انا ما قلتلكيش كده. قسما بالله العظيم اللي هو اصلا اللي بيقول لي بس ايه حقه، لا حقه لو هو موفر لي شقه، لو هو ما كانش مجوعني معاه، لو هو ما كانش منيمني في الارض عشان ما فيش عفش، حتى العفش ما جابوهوش، ما جابوليش عفش، انا كنت بنام في الارض، انا كنت بنام في الارض عشان انا ما عنديش عفش. المهم قلت له خلاص اوكي هروح انقل لك الشقه وترجع لي المقدم بتاعي. قام قايل لي خلاص تمام. الكلام ده بعد ما انا اشتريت الشقه بسنه بحوالي سنه مقدم اللي انا دفعته ولا يديني مقدم زياده شويه؟ ردوا عليا في الكومنتات، ردوا عليا في الكومنتات. قام قايل لي ايه؟ انت دفعتي 270,000، انا معايا، اسمعوا بقى ركزوا، انا معايا 100 جرام دهب. 100 جرام دهب ساعتها كانوا يجيبوا 270 او كده. انا معيش فلوس، انا معايا 100 جرام دهب. قلت له يعني طب عايز تعمل ايه؟ قال لي هديك الدهب لاني معيش فلوس. قلت له خلاص ماشي مش مشكله. عمري ما اتكلمت معاه، وحياة ديني يا رب عمري ما اتكلمت معاه، وربنا يديني على قد نيتي. انا مش هدعي غير ربنا يديني على قد نيتي ويديك على قد نيتك. فعلا اداني ال 100 جرام دهب ورحت بعدها بحوالي 3 ايام بدلت له الشقه، خليتها باسمه كلها، انا ماليش حاجه في الشقه دي. عادي، هو ده اللي عايزه،
وانا عملته له ومفيش مشكله، ومش الشقه اللي هتفرق بيني وبينك. بس انا ساعتها كنت زعلت. عرفتوا ليه؟ انت ليه مش مأمن لي؟ يعني انت ليه مش مأمن لي؟ انا ده اللي انا كنت بفكر فيه. هو انت مش مأمن لي خالص ليه؟ المهم عديتها وعادي وسكت وعديت وبتاع. لا النت كويس. ربنا كرمني وربنا كرم، ربنا كرمني وكرمي. اسمعوا بقى، وانا حامل اما بدأ بقى ان ربنا يكرمه ويبقى معاه فرط الله اكبر، يعني معاه مبلغ كويس. كنت انا حامل في اواخر الشهور، تقريبا في الثامن او في التاسع. كنت ابقى قاعده وده اول حمل ليا، وانا جسمي رفيع جدا انا يا جماعه صحتي، يعني انا صحتي على قدي، جسمي رفيع وبتاع، وحالتي منيله ب 60 نيله، وكنت حامل وحملي كان صعب قوي. كنت لما ابقى قاعده تعبانه في اواخر الحمل، انا بقول لكم في الشهر الثامن والتاسع، الكلام ده في الشهر الثامن والتاسع، تمام؟ الثامن والتاسع. كنت اقول له يا عمر انا تعبانه، عمر حاسه اني عندي هبوط مش قادره اتنفس. يبص لي كده، لا 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 انت ما فيكيش حاجه، انت بيتهيألي. عمر بعد اذنك، طيب انا عندي مع الدكتور. هو النت كويس؟ النت كويس؟ هديل النت كويس؟ ام خالد النت كويس؟ حد يكتب لي. تمام. قام قايل لي يا رب، انا كنت بقول لهم على ايه؟ اقول له يا عمر عندي ميعاد دكتور النهارده، تعالى روح معايا للدكتور. لا روحي انتي. ليه بقى؟ عشان هو قاعد على اللايف 24 ساعه، وبعد اللايف بيتكلم في التليفون، وما بيخلص التليفون بيقعد يلعب بلياردو، وانا غرفه 60 داهيه اولع. والله العظيم كنت وانا حامل اصحى من النوم من كتر الاكتئاب اللي انا فيه. اصحى من النوم بالليل على الفجر كده، اصحى من النوم مفزوعه وابقى عايزه اموت نفسي. بيجي لي احساس ان انا عايزه انتحر، ان انا لوحدي وعايزه انتحر، وهكذا. كنت لما اصحى من النوم واحس الاحساس ده كنت اخش اصحيه، عمر اصحى يا عمر عشان انا حاسه ان انا هموت نفسي. تعالي يا حبيبتي كده بالظبط، تعالي يا حبيبتي، طبطب على راسي، استهدي بالله ونامي. طب ما تقوم تقعد معايا. ايه اللي هيحصل لو قمت قعدت مع مراتك؟ حتى لو انت عايز تنام، حتى لو انت عندك شغل، ايه اللي هيحصل لما تقوم تقعد مع مراتك؟ يعني ربع ساعه يا عم، 10 دقايق تهديني وبعدين تنام. لا انا كنت لقيطه عادي. تحس ان هو اتجبر عليا وان انا كنت لقيطه، وهي دي العيشه يعني اللي هو عايشها. عاجبني مش عاجبني خلاص. المهم كنت عادي بكبر دماغي وبعيش لحد ما ولدت. عملت اسبوع كبير، جاب لي في الاسبوع ده جاب لي طقم ذهب فيرزاتشي، كتر خيره الله يكتر خيره على راسي والله. جاب لي فعلا، عمل اسبوع كبير وجاب طقم فيرزاتشي، جاب لي طقم فيرزاتشي ذهب، وبعدها كملنا عشنا. انا بعد ما ولدت ركزت كويس جدا 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 في شغلي. كنت بفتح لايف كتير قوي عشان اقدر اجيب فلوس. كان في حاجات كتير في حياتي نفسي اعملها. كنت نفسي يبقى عندي شقه، كنت نفسي يبقى عندي عربيه، عادي عندي احلام وعندي طموحات ونفسي اني احققها. ثانيه كده. المهم لحد ما ربنا كرمني، واحده واحده اشتريت الشقه، وبقيت واحده واحده اوضبها، وما خدتش منه حاجه في الشقه عشان هو بيقول ان انا خدت فلوس. والله العظيم عمري في حياتي ما خدت منه جنيه، ولا اللبس ولا الميك اب، اي حاجه تخصني انا عمري ما خدت منه فلوس. لو عمر جوزي ده كان بيدفع جنيه في البيت
لو عمر جوزي ده كان بيدفع جنيه في البيت، اقسم بربي وديني كنت بدفع قصاده 1000. وعمره ما قال شكرا، عمره ما قال تسلم ايدك. عمر ده كان واخدني حق مكتسب، ولا فيه اهتمام، ولا في عيشه، ولا في حياه، ولا هو موجود، ولا هو بيسمعني، ولا عايز يتكلم معايا، ولا اي حاجه في الدنيا. مش شايفني، قسما بالله العظيم ما كان شايفني اصلا، ما كانش شايفني. وخيانه، خان بدل المره 4 مرات، خاني بدل المره 4 مرات. عمري في حياتي ما اتشكرت، عمري في حياتي ما اتحبيت، عمري في حياتي ما سمعت كلمه عدله. كنت بسمع كلام حلو بس، انا كان بيقول لي كلام حلو بس. كنت بسمع كلام حلو بس عشان مش عايزه اوضح اكتر من كده. تمام، مش عايزه اوضح اكتر من كده. الشقه بتاعتي دي ما دفعش فيها جنيه مبدئيا كده. الشقه اللي انا قاعده فيها دي شقتي باسمي، انا اللي جايباها بفلوسي من كرم ربنا وفضل ربنا عليا، وبعد كده الداعمين اللي ساعدوني، وشغلي اللي اتنحلت فيه، اللي اتنقل وبري فيه، اشتريت الشقه دي بفلوسي. هو عمل ايه عمر عشان اقول ليه واللي عليا؟ اداني 100,000 جنيه في العفش، قال لي تجيبي بيهم، جبت بيهم اوضه نوم وسفر. 100,000 جنيه جبت بيهم اوضه نوم وسفر عادي، اتبسطت جدا وما عملتش حاجه. جينا بقى في اخر خيانه لما اتطلقنا المره اللي فاتت، مش الطلقه دي اللي قبلها، لما كنا بنطلع لايف وكده. انا يا جماعه، انا في حاجات كتير في حياتي، مش قادره اتكلم عليها. هو بيقول ان انا، اسمعوني بقى، ركزوا معايا شويه. انا هقفل الكومنتات بعد اذنكم عشان تركزوا معايا في الكلمتين دول كويس قوي. تمام، لحظه بس اقفل لكم الكومنتات. هدي اقفلي لي الكومنتات علشان في حاجه مهمه لازم الناس كلها تسمعها. حد يقفل لي الكومنتات يا جماعه من المودريتورز اللي عندي. تمام، ركزوا بقى معايا، ركزوا. هو بيقول ان انا خدت فلوسه، خدت فلوسه وقشطته ورميته على الحديده. ده الكلام اللي هو قاله امبارح في اللايف. ده معناه بيعيط كده، جرحتني، فشختني. لما انا هو مش كان في المصحة؟ هو صح، مش قال لكم انه رايح المصحه عشان تعرفوا ان في كذب في الموضوع. المهم اللي بيقول لكم ان انا خدت فلوسه. منين انا خدت فلوسك يا كذاب؟ ومنين انا اتنازلت لك عن مؤخر وقايمه كل حاجه في الدنيا انت كنت ماضيها على نفسك؟ كان ماضي 1,000,000 جنيه على نفسه، كان ماضي 1,000,000 جنيه قايمه ومؤخر، وكمان كان في وصل امانه. وانا بتطلق الطلقه دي اللي هي الاخيره دي، قال لي طالما انت اللي هتتطلقي وانت اللي عايزه الطلاق تتنازلي عن كل حاجه. قلت له اتنازل عن كل حاجه؟ قال لي قلت له خلاص مفيش مشكله، انا هتنازل لك. اتنازلت له على المؤخر وعلى القايمه، وكان في وصل امانه اديتهوله وانتهى بينا الحال. مره قولوا لي بقى انتوا، منين انا بتاعت فلوس ومنين انا اتنزلت له عن 1,000,000 جنيه من حقي؟ انا اتنزلت له عن 1,000,000 جنيه قايمه ومؤخر وحاجات ووصل امانه من حقي، اتنزلت له عنهم، اديتهم له، قلت له مش عايزاهم خلاص. انا عمري ما كان مقامي فلوس، وبيقول لكم ان انا اتطلقت من غير سبب. فعلا لما ابقى قاعده في البيت هنا بعد ما نرجع لبعض، كنت قاعده هنا في البيت واخواتي ملك وجنى، اخواتي البنات،
قاعدين بره في الصاله وهو كان بره وكان راجع كان شايل انبوبه اللي هي انبوبه البوتاجاز دي، عشان انا الغاز ما دخلش لسه عندي في العماره. قام متصل بملك اختي قال لها بصي انا شايل بس الانبوبه وشايل ومعاه كيس حلويات، كيس فيه شيبسي وبيبسي وحاجات وكده. انا اللي فتحتها يا هديل. كيس فيه شيبسي وبيبسي وحاجات زي كده يعني كان جايبها. قام مكلم ملك اختي، كان الكلام ده حوالي الساعه 7 الصبح. قال لها انا شايل الانبوبه فحد ينزل ياخد مني كيس الحلويات ده، مع ان في غفير تحت. ركزوا، انا عندي في العماره غفير ما بينامش، سايب الغفير وجاي متصل باختي تنزل تشيل منك الحاجه. هو دي الرجوله؟ المهم ملك جت قالت لي يا يارا بصراحه انا مطبقه ومش قادره انزل، وانا عمارتي لسه ما فيهاش اسانسير، انا مطبقه ومش قادره انزل، فاقول لعمر معلش خلي ابراهيم يطلعهم، ابراهيم الغفير. عمر بقى طلع قام باصص لملك وجانا كده، كانوا قاعدين بره في الصاله. الكلام ده انا كنت في الاوضه وهم قاعدين في الصاله بس انا سامعه. بصوا اقسم بالله العظيم بالظبط مين فيكم هينزل؟ جانا ولا ملك اللي هتنزل تجيب الكيس اللي تحت؟ قامت جانا وملك بصوا له قالوا له احنا مش قادرين. 5 الصبح 5 الصبح ولا 7 الصبح؟ لا اقسم بالله 5 الصبح 7 والله 5 الصبح. ما علينا ايا كان الوقت. مين فيكم اللي هتنزل تجيب الكيس من تحت؟ قاموا ملك وجانا قالوا له احنا مش قادرين ننزل. قام واقف لهم كده، اتفرجوا على الجميل المحترم اللي بيحكي لكم ان هو جميل قوي. البادي اظلم وانا عمري ما كنت ناوي احكي عليك. قام واقف لهم كده وعليا الحرام من ديني، لو ما نزلت وجبتوا الكيس من تحت لفضجي ما يشيلوا الحاجه في الشارع. اخواتي في بيتي يقف يسب لهم الدين ويقول لهم كده. دي مش ملابسه على فكره، دي كلها حاجتي. الناس اللي بتقول لبسي ودي كلها حاجتي، دي تيشيرتاتي. انا هقوم افتح واوريك اهو، دي كلها تيشيرتاتي اهو. ده مقاس عمر ولا مقاس عمر؟ دي كلها اقسم بربي وديني دي كلها تيشيرتاتي وحاجتي. انا هوريكم هدومه بس عشان الناس عشان حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا. تعالوا اهو، تعالوا اللي بتقولوا هدومه ده خد اهو، هدومه اهي. انا هوريكم هدومه اهي اهو. الدريسنج بتاعه فاضي اهو. كان بيحط هدومه هنا، كل ده فاضي. واخدين بالكم؟ بس كده. حلو. انا عايزه افهم هو الطلقه اللي فاتت هو مش كان قافل على ان هو رايح المصحه امبارح؟ هو فين؟ هو مفيش في المصحه ليه؟ عشان تعرفوا ان انتوا ساذجه والناس بتضحك عليكم. هو مش قفل معاكم ان هو رايح المصحه؟ على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، انت مين قال لك؟ انا الناس كلها معايا. ما انا عارفه ان الناس معايا، انا بقول انا الناس كلها معايا. ده فاتح لايف دلوقتي مع انه كان ناوي يقفل عشان يا جماعه الولد ده بيغير من يارا من الاخر. رايح واحد. انا عايزه اسالكم سؤال واحد بس، انا بس هو سؤال واحد وتجاوبوني عليه. هو في راجل بيحب واحده ست يطلع يشهر بيها على النت وهو اللي بدأ ويقول اصلها سابتني عشان الفلوس؟ دي حركات رجاله. في الراجل دي كلمه كبيره. كلنا اخواتك، الله يسعدكم يا رب ويخليكم ليا يا رب دايما سند وظهر ليا، اللهم امين. اللهم امين يا رب، تخليكم ليا يا رب سند وظهر ليا، امين يا رب العالمين دايما، عشان ربنا ما بيجيش على المظلوم ابدا. ما تحكي عن الداعمه عمل بس احكي بس احكي خانت مع الداعمه الثانيه وعمل ايه؟ احكي. المهم انا كنت بقول لهم ايه يا ملك؟ كنت بحكي لهم على ايه؟ انا اتوترت قسما بالله العظيم. انا من امبارح انا ضغطي عالي. مفيش راجل
للعلم بس لو انتوا ما تعرفوش يعني ايه راجل، مفيش راجل في الدنيا بيحب ست والست دي عشان الفلوس. سابتني عشان الفلوس والشهرة. لا هو بيعمل كده عشان الشهرة وهم فاهمين. مين كان يعرفك؟ معلش، فلوس ايه؟ انت واخد واحدة من الكربة، الشقة اللي امي عايشة فيها ب23 مليون جنيه. تمام؟ انت واخد واحدة قاعدة كانت عايشة في بيت اهلها ب23 مليون جنيه. فلوس ايه اللي غيرتني؟ شهرة ايه اللي غيرتني؟ ايه اللي غيرني؟ انا مفيش حد في الدنيا غيرني غيرك. انا كنت اصحى معيطة انام معيطة، مش عشان هو بيضربني، هو ما بيضربنيش، ما بيمدش ايده عليا، لكن ما كانش بيحسسني بوجودي اصلا، لما كانش بيحسسني ان انا موجودة. كان دايما لازم يقل مني عادي. اسألوا أسمى كده، اسألوا ناصر. مرة كنا خارجين مع ناس صحابنا، ناصر وبسملة، هم على التيك توك لو تعرفوه، قاعدين في مطعم سمك نضيف، خارجين خروجة نضيفة ومبسوطين وقاعدين كلنا طالبين أكل ومبسوطين وكده، وهو قاعد مسك التليفون، ما بيسيبش التليفون. فقلت له بكل أدب ما تسيب التليفون يا عمر وتقعد معايا شوية. قال لي ماشي، وما سابش التليفون. قمت انا مسكت تليفوني، رفعت تليفوني وخدت سيلفي. كنت لسه عامله اسناني، كنت لسه عامله الفينيرز وفرحانه بيها، وباخد سيلفي بشوف شكلها في الكاميرا عامل ازاي. باخد سيلفي، قام هو بص لي كده، ما تسيبي ميتين التليفون، مش بتقولي لي سيب التليفون؟ قلت له حاضر، ما انا كده هسيبه، بس انا كنت بتصور. وقمت فعلا سايبه التليفون وقاعده معاه، وهو برضه ماسك التليفون. قمت قلت له يا عمر، يعني انت بتقولي سيب التليفون وانت قاعد على التليفون؟ بيقول ان انا خنته. هو بيقول ان انا خنته. بطلوا وساخه بقى. ها، معرفش هو قال كده ولا لا بصراحه. المهم ايه ده بيقول، الناس بيقول. قام باصص لي كده واحنا قاعدين في محل السمك، وورايا شله عليها يجي 10 16 راجل، وبصوت عالي كده قال لي حته لفظ، لدرجه ان ناصر جوز بسمله قام باصص له كده قال له انت عبيط يالا، انت ازاي تشتم مراتك كده؟ كل ده ليه؟ علشان انا بقول له يا عمر، يعني انت بتقول لي سيب التليفون وانت ماسك التليفون مش عايز تقعد معايا؟ وقام ماسك الشوكه كده وحادفها عليا، وقام سايب الترابيزه وقام قدام الناس عادي. انا كنت عايشه معاه عشان يقل مني. عمره ذهبي، فلوسي، شقتي، عربيتي، كل ده بتاعي والله العظيم من فلوسي، والله العظيم كل ده من فلوسي، قسما بالله يا رب كل ده من فلوسي. ما كانش زمانها عندها شقة معدية 5 مليون، ما كانش زمانها عندها عربية معدية 600,000، وأنا لا أملك في حياتي غير شقة دافع فيها 600,000 قسط. بكل صراحة اتفقنا. منين بقى هي كانت بتصرف عليا؟ منين؟ ازاي؟ احنا الاتنين جالنا نفس الفلوس. انا كنت بخليها تحافظ على فلوسها وتشيل كل قرش. ازاي انا كنت بخليها تصرف عليا وهي النهارده تمتلك الحاجات دي كلها؟ ازاي؟ ما علينا. انا ما كنتش حابب ان احنا نوصل للمرحله دي، وان يبقى في فضايح بالشكل ده وقله ادب بالشكل ده، وانا عمري ما اجيب سيره اهلها زي ما هي جابت سيره اهلي. ابدا 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 ابدا. حتى الموت رغم ان المرتين
احنا اتطلقنا فيهم بسبب حد من افراد اهلها كان عامل مصيبة. المرتين انا ماليش دخل فيهم، يشهد عليا ربنا، المرتين انا ماليش دخل فيهم. انا واحد اتجوزت عندي 19 سنة، قسما بالله قسما بالله قسما بالله انا كنت بشتغل 4 شغلانات عشان اقدر اعمل لها اي حاجة. ربنا كرمني باول فلوس كانوا 2000 جنيه، والله العظيم جبت بيهم سلسلة جرام وربع عشان اعمل لها حاجة. يوم الولادة نزلت جبت دهب 70 جرام عشان اعوضها. يشهد عليا ربنا 4 مليون عاملهم في سنتين، ما معايا منهم غير 600 ألف جنيه، وعمري ما اشتريت لنفسي حاجة. يشهد عليا ربنا قاعد في شقة ما فيهاش غير مرتبة واحدة، كلكم شفتوها. منين؟ ازاي؟ والله العظيم عمرها ما صرفت عليا. هي وقفت جنبي في ال6 شهور نص بنص، مصاريف نص بنص. حصل 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 صرفت عليا. يشهد عليا ربنا عمرها ما صرفت عليا جنيه، والله عمرها ما صرفت عليا جنيه. قسما بالله الشقة اللي هي بتتكلم عليها، انا لما قلت لها الشقة كانت هي جدتها والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا لو دافعت عن نفسي هدخل في عرض. انا عمري ما هعمل كده، والله والله العظيم عمري ما هعمل كده، ولا هتصعبن ولا. والله العظيم والله العظيم والله العظيم في المرتين احنا متطلقين بسبب حد من افراد اهلها، بدون دخول في تفاصيل وبدون دخول في توضيح وبدون تجريح وبدون اعراض. مش عارف ادافع عن نفسي، والله العظيم ما عارف ادافع عن نفسي. قسما بالله انا ما عارف ادافع عن نفسي، والله العظيم انا ما عارف ادافع عن نفسي. يشهد عليا ربنا انا ما عارف ادافع عن نفسي. والله العظيم كل قرش كان بيجيلي قسما بالله لا كنت بصرفه في بيتي. عمرها ما صرفت جنيه في بيتي بعد ال6 شهور، وانا بقالي 4 سنين متجوز. هي استحملتني 6 شهور وانا 3 سنين ونص. قسما بالله قسما بالله قسما بالله ميت على البيت، والله العظيم ميت على البيت. على الحرام من ديني، على الحرام من ديني. انا قاعد دلوقتي في شقه ما فيها غير مرتبه. انا لو كان قاعد في الشقه دي بقالي اسبوعين، اسبوع 10 ايام. انا لو كان معايا فلوس كنت جبت عفش. قسما بالله انا طلع ديني في الطلاق. انا شفت ناس وشفت وشوش ما شفتهاش قبل كده في ال4 سنين جواز. شفت ناس وشفت وشوش ما شفتهاش في 4 سنين جواز. والله انا ما عارف ادافع عن نفسي، والله العظيم ما عارف، والله ما عارف اقول ايه. ما انا مش هفضح يعني. مش عارف ادافع عن نفسي بكل صراحة كده يعني. طلع صور وفيديوهات وسكرينات وادافع عن نفسي، ولا ابلع جزمة في بقي وابقى انا ابن وسخة زي اول مرة؟ مش عارف والله ما عارف، قسما بالله ما عارف، والله العظيم ما عارف.
بس هما اللي حواليها مبسوطين بالفلوس وباللي هي فيه. عشان كده عارفين والله العظيم نفسي، انا فعلا اول مرة نفسي ادافع عن نفسي. يشهد عليا ربنا، انا اول مرة نفسي ابقى بدافع عن نفسي واتكلم واقول. بس اعراض، والله العظيم اعراض، والله اعراض. انتوا ليكوا عين بتشوف، بالمعنى الصريح كده، انتوا ليكوا عين بتشوف اللي حوالين الانسان وانتوا هتفهموا. قسما بالله الست دي عمرها ما صرفت عليا. قسما بالله قسما بالله قسما بالله الست دي عمرها ما صرفت عليا. انا فلوسي كلها صرفتها على بيتي وصرفتها عشان ننبسط وعشان تبقى مبسوطه. قسما بالله انا كنت بقوم بقف بهين نفسي بالاحكام عشان اجيب فلوس تبسطها وتعجبها. قسما بالله انا كنت بعمل احكام غصب عني وبهين في نفسي وبذل في نفسي عشان الفلوس، عشان هي تكون مبسوطه واقدر اعوضها عن اللي انا عملته. قسما بالله هو ده اللي حصل مني. والله 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 يشهد عليا ربنا، هو ده اللي حصل مني. ولا عمري جيت عليها، ولا عمري خدت منها جنيه، ولا عمري ضحكت عليها، ولا خليتها تصرف جنيه على بيتي. والله العظيم هو ده اللي حصل. وكل الناس اللي قاعدة بيفتحوا لايفات او يعرفونا عارفين الكلام ده كويس. والله العظيم عمرها ما صرفت جنيه. قسما بالله انا مش عارف اقول، مش عارف اقول، مش عارف اقول، والله ما عارف اقول. والله العظيم ما عايزة، مش عايز اتكلم، مش عايز احكي، مش عايز اقول لكم ابسط حاجة، اقول لكم ابسط حاجة، ابسط حاجة اقول لكم حاجة صغيرة. دي حاجة عادية ممكن ينفع اقولها. قبل ما نتطلق الطلقة الأخيرة دي، أختها كلمتني من رقم جديد بتشتغلني على أساس إن هي واحدة ويارا قاعدة جنبها عشان تشوف أنا هعمل إيه. أنا قفلت في وشها وعملت لها بلوك، وعندي سكرين شوت بالكلام ده على فكرة. ويارا قالت لي أنت جدع وشاطر. بعديها ب3 أيام لقيت واحدة بتكلمني، واحدة حقيقية بتكلمني، بتقول لي يا عمر أنا فلانة الفلانية صاحبة ملك أخت يارا بعتاني ليك أجيبك سكة عشان اصورك عشان تفضحك. على الحرام من ديني، على الحرام من ديني، على الحرام من ديني. وده اللي حصل بالدلائل. واول مرة اتطلقنا بسببها، وتاني مرة اتطلقنا بسببها. والله ما لي لازمة. قسما بالله ما ليها لازمة الفضايح. قسما بالله ما ليها لازمة الفضايح. والله العظيم ما ليها لازمة الفضايح. والله العظيم ما ليها لازمة الفضايح. أنا وأنا بطلقها كنت بعيط بالدموع بدل الدموع دم، وبقول لها يارا انتي بتطلقي ليه؟ بتقول لي انا ما بقتش مرتاحه. قلت لها طب رجعتي لي ليه؟ قلت لها، قالت لي قلت اجرب ولقيت نفسي مش مرتاحه. اقول لكم ما بقتش مرتاحه ليه؟ اقول لكم ما بقتش مرتاحه ليه؟ اقول لكم في ايه اتعرض؟ اقول لكم يعني انا مش عايز ادخل في اعراض، مش عايز ادخل في تفاصيل، مش عايز ادخل في فضايح، مش عايز ادخل في حاجات ابني هيتحاسب عليها لما يكبر عشان ادافع عن نفسي. خلاص؟ بكل وضوح، بكل وضوح، بكل وضوح. على الحرام من ديني انا عايز ادافع عن نفسي عشان ابني هيتحاسب. بس يارا من يوم ما اتطلقت الطلقة الأخيرة كل يوم ما شاء الله في مكان شكل.
مش مصدقيني؟ هي ما بتنزلش على الانستجرام عشان انتوا ما تفشخوهاش، لكن بتنزل على السناب. وانتوا بتسمعوني روحوا على السناب بتاعها، شوفوا الهايلايت بالتواريخ من يوم ما اتطلقت. انا مطلق يوم الوقفه، انا مطلق يوم الوقفه. شوفوا من يوم الوقفه بالتاريخ على السناب بتاع يارا لحد النهارده كل يوم بتعمل ايه ولابسه ايه وفين. مش هقول لكم ان هي بتعمل حاجه غلط، بس اللي هي باعت البيعه. الست دي استحملتني 6 شهور، انا ما كذبتش، ما بكذبهاش. شالتني 6 شهور، حصل. وقفت جنبي، كنت انا وهي بنشتغل مع بعض، والنص بتاعها بتديهولي وانا النص بتاعي بديهولها في البيت. ده حصل، انا ما كذبتش. لكن قسما بالله انا من اول ما ربنا كرمني انا حاولت اعوضها بقدر الامكان. ولو انا كذاب هي تقول انا كذاب، انا عارف ان هي سامعاني دلوقتي. ردي على الناس اللي عندك، لو انا كذاب قولي ان انا كذاب، قولي اللي انا ما عوضتكش، قولي اللي انا لما ربنا كرمني بفلوس وجيت اعمل سبوع ابني دافع في السبوع ده اكتر من 60,000 جنيه عشان اعوضك على الفرح اللي انت بتقولي اللي انت كنت بتقولي ان هو معفن من 4 سنين كنت دافع فيه 30,000، وكنت جايب خاتم سوليتير من 4 سنين ب35,000، وبتقولي ما كانوش عاجبينك. ردي قولي لهم ان انا لما ربنا كرمني عملت اسبوع ابني ب60,000 جنيه عشان ارضيكي. قولي لهم ان انا يوم اسبوع ابني نزلت جبت لك طقم 60 جرام عشان ارضيكي. قولي لهم ان انا كل شهر كنت بجيب لك هديه لا تقل عن 30,000 جنيه. قولي لهم ان انا فلوسي اللي انا عملتها في حياتي كلها خلصت واتبخرت فين. انا ما بقولش انك وحشه، ما شتمتكيش، ما غلطتش فيكي، ما جبتش سيرتك، ما جبتش سيره اهلك، تمام؟ مش هدخل في تفاصيل اكتر من كده، مش هطلع يعني مش هنفضح بعض اكتر من كده. انا بقول كفايه قوي لحد كده، كتر خير الدنيا. انا عندي عيل هيطلع يلعن اليوم والتاريخ اللي انا وهي كنا ابوه وامه فيه. فانا مش عايز ندخل في تفاصيل وندخل في فضايح وندخل فهم، تمام؟ لما جينا نتطلق وقالت لي هتدي ديان كل شهر 10,000 جنيه غير مدرسته وحضانته، حطيت كلب في بقي وما فتحتش بقي وقلت لها يوم واحد هديك 10,000 جنيه اللي هو بكره. طفل عنده 1 و8 شهور، طلبت مني ادفع له 10,000 جنيه، ما فتحتش بقي، ما اتكلمتش. قلت خلاص ابني. المرتين متطلقين بسبب اختها بدون تفاصيل وفضايح وجرس واعراض. مش هدافع عن نفسي عشان افضح من الاخر. الست دي شهادة لله، آخر حاجة هقولها وأنا مش هقول حاجة تاني. شالتني 6 شهور، صنتني، ما تخلتش عني. ولما ربنا كرمني أنا عوضتها بكل شيء هي عملته. عمري لا جيت على فلوسها ولا عمري خليتها تصرف عليا. من يوم ما أنا ربنا كرمني وفتحت لايف وأنا بحاول أعمل كل شيء في الدنيا عشان أرضيها وأجيب لها كل شيء عشان أرضيها. حتى بعد ما رجعنا اتكلمنا في موضوع المصروف، قلت لها يارا طب انا ممكن اديكي 5,000 جنيه، هي حاجه قليله بس معلش. واحنا رجعنا ما كملناش، انا اديتها المصروف مرتين من ساعه ما احنا رجعنا بصراحه، يعني ما كملناش. هي اتغيرت بصراحه، يعني هي ما كانتش وحشه معايا وصانتني وما شفتش في اخلاقها واحترامها وادبها، لكن هي اتغيرت وهي اللي بعتني ورمتني، وانا فضلت بتمسك فيها لدرجة الذل اللي هي اخر مرة بدون سبب. لو عندها سبب ان هي اتطلقت فيه دلوقتي ابقى انا ابني 60 كلب قدام الناس دي كلها. لو الست دي قالت ان انا من ساعة ما رجعت صدر مني غلط واحد او عملت شيء واحد او انا قصرت في شيء استاهل ضرب الجزمة. من يوم ما رجعنا احنا ما لحقناش نكمل شهر تقريبا، شهر ونص. احنا من يوم ما احنا رجعنا
وانا كل يومين 3 بخرجها وبخليها تخرج لوحدها وتروح وتيجي. كانت بتحبني اقعد ارغي معاها، وما كنتش برغي معاها زمان، بقيت اسهر معاها لحد من الفجر للظهر ارغي معاها. كانت بتحبني اخرج مع اخواتها البنات وانا ما كنتش بحب اخرج معاهم، بقيت اخد اخواتها البنات واصحابهم ونخرج كلنا. انا اتغيرت وجيت على نفسي وجيت على كرامتي وذليت نفسي وحطيت راسي في الارض، وهي في الاخر اللي ما كانش عاجبها، وهي اللي في الاخر اتطلقت بمزاجها عشان هي بتقول لي اصل انا مش قادره انسى حاجات قديمه حصلت بينا وحصلت من اهلك. ده سبب الطلاق اللي هي قالته لي. سبب الطلاق اللي هي قالته لي تاني مره. اول مره انا غلطت يا سيدي، انا غلطت، ما علينا، رغم ان احنا اول مره ما اتطلقناش بصراحه. اول مره انا غلطت، تمام، وهي رجعت بمزاجها وقالت لي خلاص نبتدي من جديد. اول مره انا غلطت يا سيدي، انا انسان وغلطت. تاني مره رجعنا ان هي نسيت كل القديم وانا نسيت كل القديم ونبتدي من اول وجديد. رجعنا اتفقنا على اتفاقات، قسما بالله كل الاتفاقات دي انا عملت بيها، ما قصرت في حاجه واحده. جت في الاخر قالت لي لا انا عايزه اتطلق. قالت لي عايزه اتطلق ليه؟ عشان حصل قبلها ايه باسبوع، وحصل قبلها ايه، مش هينفع ادخل في فضايح، مش هينفع احكي، مش هينفع اقول. لكن الست دي لو كانت بتحبني وباقيه عليا زي ما هي بتقول، ما كانتش اول يوم من ساعه ما هي اتطلقت ما شاء الله يعني رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. لا لا لا، فهمتوا حاجه؟ هي اللي سايبه وهي اللي متخليه. انا اليوم اللي انا كنت بطلقها فيه انا كنت حاجز يوم 24 اسبوع في الساحل، احنا واصحابنا كنا حاجزين فيلا في الساحل وكنا مسافرين. عليا النعمه من اول يوم اتطلقت وهي كل يوم بره. ادخلوا على السناب، ما بتنزلش على الانستجرام والتيك توك عشان ما حدش يسمعها، انا بقول لكم ادخلوا على السناب عندها، شوفوا الاستوريات وشوفوا الهايلايت وانتوا هتصدقوني. هي حره، هي مش حره، بس والله انا اعرف لو الست دي فعلا كانت باقيه على العشره ولا باقيه على البيت ولا كانت بتحب بجد، ما كانش ما شاء الله من اول يوم رايحه جايه وعادي يعني الدنيا بيس قشطه معاها ومنطلقه بقى. منطلقه ليه؟ ومين بيساعدها على الانطلاق؟ عشان الفلوس وعشان العيشه الجديده. مين اللي بيساعدها؟ بلاش دخول في التفاصيل. لكن هي شغل المراهقه بقى جميل دلوقتي. مش عايز ادخل في فضائح اكتر من كده يعني، عيب والله اللي احنا وصلنا له، دي حاجه تعر وحاجه زباله وحاجه وسخه. فعيب، انا مش عشان احسن صورتي هوسخ صورتها، بالمعنى الصريح مش عشان احسن صورتي هوسخ صورتها. فانا مش عايز ادخل في تفاصيل، مش عايز ادخل في فضايح، مش عايز ادخل في اعراض. للمره المليون بقولها عشان خاطر ابني. انا انسان زباله، انا انسان وسخ، انا انسان وحش. اسالوا الست دي، هي قالت ان انا اول مره كنت انسان وسخ واتطلقت، رغم ان ده مش حقيقي، وهي ما اتطلقتش عشان كده، واتطلقت عشان حاجه تانية، بس انا مش عايز افضح، ما علينا. لما جت ترجع رجعت بمزاجها، هي اللي رجعها لي. انا قعدت اسبوعين ما بكلمهاش، هي اللي رجعت لي وعيطت وقالت لي نرجع. قلت لها تمام، في شروط. هي حطت شروط وانا حطيت شروط، انا عملت بكل الشروط وهي ما عملتش ولا شرط، ورجعنا. ما كملناش شهر ونص وقالت لي عايزه اتطلق. ليه يا يارا؟ اصل انا مش مرتاح. انا قصرت في حاجه يا يارا؟ لا. عملت حاجه وحشه يا يارا؟ لا. عملت اي حاجه غلط يا يارا؟ لا. مصروف وبديكي مصاريف هي اتطلقت ليه؟ بلاش نقول اتطلقت ليه. هي اتطلقت ليه؟ بلاش نقول اتطلقت ليه. فلو انا كنت انسان فيا غلط ما كانتش هي رجعت. مش عايز اقول لكم طلقت ليه. على الحرام من دي ما عايز اقول لكم طلقت ليه. قسما بالله ما عايز اقول لكم اتطلقت ليه، ومش عايز اقول اتطلقت ليه اول مره، ومش عايز اقول ليه اتطلقت تاني مره،
ومش عايز اقول ليه هي فضلت مستحمله معايا ال6 شهور، ومش عايز اقول فضايح، ومش عايز اقول حاجات، ومش عايز يعني الست دي ام ابني. انا ولا هقولها بالخير ولا هقولها بالشر، ربنا يصلح حالها ويبارك في ابني وتربيه، وانا مش عايز يكون في بيني وبينها كلام او تواصل او فضايح، عشان انا حصل فيا بما فيه الكفايه. انا حصل فيا بما فيه الكفايه، بامانه كده، بامانه انا حصل فيا بما فيه الكفايه. يعني معرفش هنوصل لحد فين تاني، بس تمام. انت يا يارا لو سامعاني كملي يا حبيبتي في الفضايح زي ما انت، وانا هفضل مسيطر على نفسي عادي. بس خدي بالك عشان كل واحد عنده حدود وعنده صبر وعنده طاقة. خدي بالك وانت عارفة وفاهمة وسامعاني وفاهمة انا قصدي ايه. خدي بالك. قسما بالله انا الدكتور بتاعي فشيخني مكالمات وهو قاعد في اللايف وسامعني، فشيخني مكالمات ورسائل. انا ممنوع من التليفون، ممنوع امسك التليفون. انا بنزل من 9 الصبح لحد الساعه 1 بالليل قاعد معاهم هناك في المصحه. على الحرام من ديني انا صار. انا هوريكم حاجه بسيطه، شوفوا. شايفين؟ قسما بالله انا من 9 الصبح ل1 بالليل في المصحة اهو. سامعني؟ شايفني اهو. فانا مش هحسن صورتي واوسخ صورتها وصورة اهلها بقى وادخل في فضايح والقصص وشغلانه. كفايه لحد كده. انا ابني هينكني لما يكبر. كفايه لحد كده. والسرير ابن المتناكه والعشره والاكل والشرب انك تطلعي تفضحيني عشان ناس مسوحينك كانوا بيفشخوكي مطلعين ميتينك. بلاش اقول في ايه وايه 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 وايه، وانا اللي كنت بشيلك منهم. بس انتي دلوقتي حلوه. انتي دلوقتي حلوه. لكن لما كنت بتترمي شبه الكلبه ده، انت لما كان عندك كورونا من اقرب شخص لاخر شخص كانوا بيخافوا يفتحوا عليك الباب، كنت خطيبك، كنت مرمي تحت رجلك زي الكلب عشان انا اللي كنت بعالجك. لما جينا ندخل الجامعه ما كانش معايا فلوس ادخل الجامعه، كانش معايا غير 8000 جنيه اديتهم لك عشان انت تدخلي الجامعه وانا ما ادخلش. لما كنا في ثانويه عامه واحنا مخطوبين، من وانا عيل صغير 18 سنه ما كنتش بروح الدرس عشان اديكي فلوس تروحي الدرس مكاني. من وانا عيل صغير لحد ما كبرت شبه الشحط النهارده اهو 22 سنه، سنتين عامل 4 مليون صارف ميتين ابوهم كلهم عشان ابسطك وعشان ادلعك، وطالعه بتقولي انا كنت مجوعك. يا اخي الدين ام العشره بنت المتناكه اللي تخليكي تعملي كده عشان ناس جنبك مسوحينك عشان يفشخوكي. بعد اذنك يا رك كفايه فضايح لحد كده. انت سامعاني؟ وانا يا بنت الناس مش هجيب سيره اهلك زي ما انت جبت سيره اهلي، ولا هدخل في اعراض ولا هدخل في تفاصيل انت فاهماها وعارفاها وانا فاهمها وعارفها وعارفينها مع بعض كلنا. ومش هدخل بقى في طلاق اولاني ليه وطلاق تاني ليه وما رضيتيش تطلقي ساعه الخيانه ليه وعشان فيديو ايه وعشان تفاصيل ايه ولا بلا 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 ومخرج مين وتفت مين وطين مين على دماغي. بلاش ندخل في تفاصيل وفضايح. ابوس ايدك كفايه. ولما تيجي تتكلمي عليا يا يارا قولي الحقيقه كامله بعد اذنك، عشان انا لما باجي اتكلم عليكي بقول الست دي شالتني وصانتني وما كانتش قليله الاصل. فزي ما انا بقول الحقيقه يا بنت الناس قولي الحقيقه وما تطلعيش صورتي وسخ وابن كلب، عشان ابنك اللي نايم عندك في البيت ده انا ابوه. ملهاش لازمه تطلعي صورتي وسخه عشان تكسبي تعاطف الناس، عشان ابنك اللي نايم عندك في بيتك انا ابوه زي ما انت امه واهلك اهله وانا حاطط كلب في بقي. مرينا بظروف وحشه واستحملتيني بس انا كنت بشتغل زي الكلب عشان افرحك.
يا بنت الحلال ده من اول جنيه خدته من شغل الكلاب نزلت جبت لك بيه سلسله جرام وربع، وما كانش معايا غير الفلوس دي عشان ابسطك عشان ابسطك. لا اله الا الله، ده انا قدامك مستلف فلوس عشان احجز الساحل واسفرك يوم 24 اللي فات. انا بستلف منك ال 3000 جنيه عشان انزل اغديكي بره. يا بنت الناس بلاش الشيطان يسوقك. كفايه فضايح، كفايه فضايح واسرار، كفايه فضايح واسرار. ولو حبيتي تتكلمي عليا قولي الصح وقولي الغلط، ما تطلعيش صورتي وسخه وتكتمي الحقيقه، عشان انا ابو ابنك اللي نايم عندك في البيت اللي اسمه ديان عمر شريف، اللي هيفضل اسمه كده لحد ما كلنا نموت. اتفقنا؟ اتفقنا؟ مش عشان احسن صوره ميتين امي اطلعكم. اللهم لا اعتراض، 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 اللهم لا اعتراض. بس انت يا بنت الناس لو كنت اصيله للنهايه زي ما انت ما بتقولي، ما كنتش رميتيني رميت الكلاب، ما كنتش شفت منك وش ابن وسخ انا عمري ما شفته وانتي بتطلقي عشان الفلوس. ما كنتش شفت منك حاجات كتير قوي يا يارا، بالرغم ان انا بحبك، بالرغم ان انا بحبك، بالرغم ان انا لما كلمتك امبارح كلمتك عشان انا كنت خايف عليكي وكنت بطمن عليكي عشان انا شفتك قبليها بتعيطي. برغم ان انا لما اتجوزتك كان عندي 19 سنه ولا 18 سنه، انا وقفت فيهم راجل ما تخليتش عنك. انا يوم ما اتجوزتك كنت عيل صغير لا املك شيء في الحياه، لكن نزلت وتعبت وما قصرتش. انا يعني هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ بصيت على العصارة قال لي هتروح فين؟ قلت له عند الحاجة. قال لي طب انا هاجي وراك عشان انا تعبان ومش هقدر اكمل. انا مش صعبان عليا غير العشره والله العظيم بقى، بصراحه كده بصراحه انا اعتبروني انسان وسخ، بس انا مش صعبان عليا غير بأمانة الله العشرة والتعب والمجهود، عشان أنا والله العظيم كنت بتفشخ عشان هي تكون مبسوطة. والله العظيم والله العظيم أنا كنت بعمل حاجات غصب عني وبين نفسي بالأحكام عشان هي تكون مبسوطة، وعشان أقدر أخلي بيتي مبسوط، وعشان أخليها هي تشيل فلوسها على جنب. والحمد لله أنا لما عملت كده طلع بالنتيجة وعملت، والنتيجة دي لما طلعت عليا. بس يا بنت الناس يعني احنا اتطلقنا والموضوع انتهى واتفضحنا ما شاء الله، بس انا بحبك ومش حابب اطلع فضايح بعد اذنك، عشان بحبك وعشان في بينا طفل، وعشان انا من يوم ما عرفتك، من يوم ما اتخطبنا، انا ما كنتش بعتبرك واحده مراتي، انا كنت بعتبرك زي بنتي بالظبط في كل حاجه، حتى انا كنت ممكن احرم نفسي من اي حاجه عشان اعملها لك. يا بنت الناس بلاش الموضوع يوصل بينا لأوسخ من كده، عشان حرام، عشان حرام والله العظيم نعالجين ام ال5 سنين ولاد البنات. الله يصلح حالك، الله يرزقك، الله يكرمك في حياتك. رغم ان انا مش بقعد اتخيل كل ما بشوفك منزله ستوري عشان تعصبيني. بعد اذنك يا دكتور ما تتصلش، سيبني اتكلم، سيبني اتكلم يا دكتور، سيبني اتكلم، انا عايز اتكلم يعني. انا الست دي ما قلتش عليها حاجه وحشه ولا هقول عليها حاجه وحشه، بس انا حبيتها من كل قلبي، والله والله العظيم انا حبيتها من كل قلبي، وهي عارفه، حتى اهلها عارفين، وانا عمري ما قصرت بشهاده اهلها، بشهاده اهلها اللي هي بتقول انا كنت مجوعها، والله بشهاده اهلها انا عمري ما قصرت. ما اعرفش هي بتقول كده ليه، بس انا 5 سنين راحت في 3 ايام،
والله العظيم عشت 5 سنين وتعب بقعد 3 ايام. انا بصراحة مقهور، مش مقهور عشان انا جبت فلوس وصرفتها وما عملتش حاجة زي ما هي عملت قسم من الفلوس. انا مقهور عشان انا بحبها، مقهور عشان مرتين هي اللي سابتني فيهم مش انا اللي سبتها. مش فارق معايا كلام الناس، مش فارق معايا شكلي، مش فارق معايا اللي اتقال، مش فارق معايا اي حاجة. انا من يوم ما عرفتها وانا حابس نفسي. انا اسألوها، انا عندي صاحب، انا عمري نزلت من البيت ولا عمري خرجت، قسما بالله دي انا محافظ عليها زي بنتي. فلوسها، شكلها، فيديوهاتها، شغلها. والله العظيم انا مصدوم اللي هي بتقول، والله العظيم مصدوم. هو بيرد عليها الكلام اللي هي قالته. يشهد عليا ربنا انا مصدوم والله، عشان انا عمري ما قلت ان هي وحشه. عارفين اكتر حاجه وجعني والله العظيم مش اللي حصل ده كله، ولا اللي هي عملته فيا واحنا بنتطلق، ولا الكلام ده خالص. والله العظيم ولا اللي هي قالته عليا دلوقتي. عارفين كل اللي هي قالته عليا دلوقتي ده قصهم مش فارق معايا. انا اللي فارق معايا ان احنا فعلا الموضوع انتهى. انتوا متخيلين؟ لان انا يوم ما وقفت فتحت لايف وهنت نفسي عشانها. فدين اللايف مش فارق معايا. انا يوم ما عملته عشانها. والله العظيم الدنيا دي غدارة، وقسما بالله الدنيا دي غدارة. ولا حاجة، كله خير، ربنا كريم وهيعوضنا اهو. الحياة هتمشي، الحياة مش هتقف ومش هيحصل حاجة. بس أنا الحياة وقفت عندي. تقولوا لي ما كانتش بتطبخ، ما كانتش بتنظف، ما كانتش بتهتم بيك، ما كانتش بتسأل عليك، ومضيع فلوسك كلها. طب انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا بحبها بس هي خلاص استكفت مني من اللي انا عملته. خلاص هي بقت اعلى مني بكتير. خلاص هي استكفت مني بكل صراحة، بكل وضوح، بكل شفافية. هي استكفت مني خلاص. ولا فارق معايا ان انا مثلا قاعد في شقة ونايم على مرتبة وما عنديش حاجة. الصم ده كله مش فارق. والله مش فارق. عدت عليا ايام اوسخ من دي عادي. اللي فارق معايا ان انا من يوم ما انا عرفتها، من يوم ما انا شفتها، مش من يوم ما انا اتجوزتها، قسما بالله وانا شايلها جوه عيوني. والله دي لو انا مش شايلها جوه عيوني من يوم ما انا عرفتها لحد النهارده كانت هتبقى شبه ناس كتير. انتوا فاهميني؟ ما علينا، هي الدنيا كده. احنا فترات في حياة بعض.
انا فترتي خلصت ليه؟ هي ما تعرفش ليه، بس انا عارف ليه. انتوا متخيلين ان انا والله العظيم انسان عديم الكرامة؟ والله العظيم انا انسان عديم الكرامة. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لان انا اتفشخت في الجواز وفي الطلاق في المرتين وبعد الطلاق ودلوقتي، ولسه لحد دلوقتي انا خول. يعني انت عايز ايه من بعد كل ده تاني؟ معرفش.